سلام، أنا أمين، واليوم في هذا الفيديو غادي نعطي وجهة النظر ديالي على كيفاش تأسس راسك مزيان سايبر سيكيورتي. هذا الفيديو موجه لكل شيء وغادي ندوي غير على الأساسيات، حتى إلا كنت ندوي على كيفاش تعلم سايبر سيكيورتي كاملة. هذا الفيديو غادي ياخذ بزاف تاع الوقت وخاص شي واحد اللي عنده تجربة طويلة تاع سنين، أما أنا نعطيك غير أساسيات كيفاش تعلم سايبر سيكيورتي. وبلا ما نطول عليكم خليونا نبداو. ولكن قبل ما ندوي على هاد لي باز اللي خاصك تعلم اليوم، خاصني أول حاجة ندوي على السايبر سيكيورتي شنو هي. حيت بزاف كيصحابوا سايبر سيكيورتي هي كتهاكي وصافي، أما سايبر سيكيورتي فراه أعمق من هذا الشيء. السايبر سيكيورتي هي بكل بساطه كتحمي لي سيستم انفورماتيك ديالك. على سبيل المثال نقولوا بانك نتايا صيبتي واحد ابليكاسيون ويب، وهاد الابليكاسيون ويب اللي صيبتيها فين كيدخلوا الزوار تماك وانت كاع ما تبغي الداتا ديالهم تفضح ولا شي واحد ياخذها. هادشي فين كيجي داو تاع السايبر سيكيورتي، كتحاول تحمي هاد الداتا باش حتى واحد ما يجي وياخذها. هذه هي السايبر سيكيورتي. والسايبر سيكيورتي فيها بزاف تاع لي دومين، بزاف كيسحبوها غير دومين واحد. حتى الا جينا نشوفوا راه حتى السوفتوير انجينير ماشي غير دومين واحد، راك تقد تلقى في السوفتوير انجينير تلقى فرونت اند ديفلوبر، باك اند ديفلوبر، فول ستاك ديفلوبر، موبايل اب ديفلوبر، وديسكتوب ديفلوبر. نفس القضيه كاينه في سايبر سيكيورتي. راك تقدر تلقى نيتورك سيكيورتي، هذا اللي كيخدم في نيتورك سيكيورتي كتكون الهدف ديالو هو يحمي الريزو ديالو، حتى واحد ما يخترق الريزو وحتى واحد ما ياخذ لي دوني من هذاك الريزو اللي هو كاين فيه. وكاين ويب سيكيورتي. ويب سيكيورتي هي بكل بساطه كتحاول تحمي السيت ويب ديالك وما تخلي حتى واحد يدخل لي ولا يطيحو ولا يهاكي لك هذاك السيت ويب وياخذ لي دوني في الاخر. وعندنا ايثيكال هاكينغ اللي هو الهاكر الاخلاقي. وثاني عندنا الكلاود سيكيورتي كيحاول يحمي سيستم كلاود. وهادشي غير شويه من بزاف تاع لي دومين اللي كاينين في السايبر سيكيورتي. اليوتيوب عامر بزاف بهاد لي دومين. قد دابا تكتب شنو هي كلاود سيكيورتي ولا ايثيكال هاكينغ ولا ويب سيكيورتي ولا نيتورك سيكيورتي ويطلعوا لك بزاف تاع لي بلاي ليست وتبقى تفرج وتتعلم اكثر. دابا فين عرفتي بان سايبر سيكيورتي ماشي غير دومين واحد ولكن فيها بزاف تاع لي دومين، خاصك تعرف بان سايبر سيكيورتي من لي دومين اللي مطلوبين بزاف وبالخصوص في المستقبل، حيت كلشي باغي يحمي الداتا ديالو حتى واحد ما باغي هذيك الداتا تشفر ليه. وصافي فين عرفنا شنو هي سايبر سيكيورتي وبان عليها طلب بزاف، خليونا دابا ندويو كيفاش نقدروا نتعلموا هاد السايبر سيكيورتي. اول حاجه كتبان ليا مهمه هي نتعلموا اساسيات تاع الريزو. دابا تقدر تقول لي شنو هو الريزو؟ تقدر تخيل بان الريزو هو واحد البلاصه فين كنقدروا نبارطاجيو لانفورماسيون، اي بكل بساطه هي واحد البلاصه فين كنقدروا نستقبلوا ولا نصيفطوا الداتا ولا المعلومات. باش تو خاصك تعرف في هذا الريزو، خاصك تعرف بانه في هذا الريزو كاينين واحد الماتيريال في اي ريزو كيكونوا بحال سويتش ولا روتور، هادو ضروري خاصك تعرفهم. وخاصك عاوتاني تعرف بان كل جهاز ولا كل بيسي ولا كل تليفون في هذاك الريزو كيكون عنده واحد ادريس اي بي، كيكون عنده ادريس اي بي خاص به. تخيل هذا الادريس اي بي بحال هو الرقم تاع البطاقه الوطنيه ولا الكارت ناسيونال ديالك. وعاد من بعد تعلم شنو هما الماتيريال تاع هذا الريزو، مثلا هذوك السلوكه اللي كيعاونوا الداتا باش تصيفط فيه، وهذوك الاجهزه بحال الروتور ولا السويتش اللي كيخليونا نصيفطوا الداتا لواحد البلايص بعاد. وعاد من بعد خذ واحد الفكره على موديل اوزي اللي هو واحد الموديل اللي كيشرح كيفاش الداتا كتقاد راسها، وعاد من بعد كيفاش كتصيفط وكيفاش كيستقبلها هذاك المستقبل. هذا موديل اوزي كيكون مقسم لسبعه طبقات، خذ فكره على كل طبقه وشنو كدير. عاد من بعد عندنا موديل تي سي بي اي اللي هو بحال موديل اوزي، غير هو في بلاصه ما عندك سبعه تاع طبقات ولا سبعه تاع اللايرز يكون عندك ربعه تاع اللايرز. عاد من بعد تعلم كيفاش كنقسموا الريزو لدي سو ريزو. انت تبغي تقسم هذا الريزو لمجموعه تاع ريزوات صغار كل واحد وخاص به. مثلا ناخذ مثال تاع واحد المدرسه، الريزو تاع المدرسه هي مثلا تبغي تعطي مثلا واحد الريزو اصحاب الليسي، الريزو اصحاب الكوليج، والريزو اصحاب الابتدائي، ولكن هاد الثلاثه ريزوات كاملين مجموعين في الريزو تاع المدرسه. من بعدها خذوا واحد الفكره على لي بروتوكول اللي كاينين، مثلا بحال بروتوكول دي اس سي بي. هذا البروتوكول دي اس سي بي هو اللي كيعطي لادريس اي بي بواحد الطريقه لي راندوم اللي كيعطيها لاي جهاز كاين في هذاك الريزو. وعاد ثاني الدي ان اس. الدي ان اس شنو هو مثلا فين كتكتب جوجل دوت كوم، السيرفرات ولا البيسيات ما كيفهموش شنو هي هاد جوجل دوت كوم، هما كيفهموا غير لادريس اي بي. الدي ان اس لكل مثلا واحد نون دومين ولا مثلا جوجل دوت كوم ولا يوتيوب دوت كوم كيكون عنده واحد لادريس اي بي ديالو بوحدو. دي ان اس كيدير هذاك الربط ما بين السميه تاع هذاك الدومين مع لادريس اي بي. ومثلا كاين بزاف تاع لي بروتوكول، خذوا فكره على كل بروتوكول، ولكن حيت كاين بزاف خذوا غير المهم وخذوا غير الاساسيات. هادشي اللي قلت قد يبان لكم بزاف وكيحيروا بانه كيجيكم صعيب، ولكن غادي نعطيكم واحد البلاي ليست هذا شارح لي باز تاع الريزو كاملين. الا تبعتوها معاه غادي تفهموا الريزو وتكونوا خديتوا لا باز. وعاد من بعدها بشويه بشويه كتبداو تعمقوا في هذا الدومين، ولا شديتوا مزيان هذا لا باز تاع الريزو من بعد كتقدروا تخدموا ادمينستراتور الريزو هو اللي كيجاري ولا كيقاد هذاك الريزو تاع مثلا تاع الشركه ولا الريزو تاع المدرسه. وانت دابا تقدر تقول شنو هي فائده تعلم الريزو في السايبر سيكيورتي. حاجه اللي نقدر نقولها لك هي بان السايبر سيكيورتي كاع هذوك لي زاتاك ولا كاع هذوك الطرق تاع الدفاع ديالك غالبيتهم كيعتمدوا على لادريس اي بي. كيفاش هذاك الهاكر كيستغل هذاك الريزو، يعني الا شديتي لي باز تاع الريزو مزيان كتفهم هذيك لاتاك وهذيك الطريقه تاع الدفاع كيفاش دارت، ما كتبقاش غير كتجرب ولكن كتفهم الكونسيبت تاع كل حاجه. ومن بعد فين تكون تعلمتي الريزو سير تعلم كيفاش كتخدم الماشين فيرتوال ولينكس. غتقول لي شنو هي الماشين فيرتوال؟ تخيل بان الماشين فيرتوال هي بحال
تانستالي واحد البيسي فوق من البيسي ديالك. تقول لي كيفاش ثاني؟ بكل بساطه مثلا عندك بيسي ديالك فيه ويندوز، حتى باغي تانستالي هذا السيستم ديكسبلوطاسيون لينكس. في العاده شنو خاصك دير؟ خاصك تفورماتي البيسي ديالك وتعاود تانستالي فيه لينكس من جديد. هاد الماشين فيرتويال شنو كتخلينا نديرو؟ كتخلينا نانستاليو لينكس فوق هذا ويندوز. كاين بزاف تاع لي زابليكاسيون اللي كيخليونا نديرو هاد الماشين فيرتويال في البيسي ديالنا. كتقلب دابا في يوتيوب كيفاش دير ماشين فيرتويال ويطلعوا لك، وغادي نحط لكم في الديسكريبسيون واحد الفيديو اللي كيشرح الماشين فيرتويال مزيان. صافي فين تانستالي هاد الماشين فيرتويال وتانستالي لينكس فوق من ويندوز ديالك، انا صافي خاصك تبدا تعلم كيفاش كتخدم بلينكس. فين كنعني كيفاش كتخدم بلينكس؟ يعني خاصك تعرف كيفاش تخدم التيرمينال، وهاد التيرمينال هو فين كتكتب بلي كوموند غير بالكلافي، ما كاينش لا سوري وما كاينش المود جرافيك. يعني هذوك الايكونز وهذوك لي زابليكاسيون اللي كيبانوا لك محطوطين في البيرو ديالك تاع البيسي هذوك ما يبقاوش، غتخدم غير بالكلافي وصافي. غتقول لي علاش خاصني نتعلم لينكس؟ حتى نقول لك بكل بساطه اغلبيه تاع لي سيرفر كيكونوا خدامين بلينكس. وحتى الا بغيتي تزيد تعلم اكثر على سايبر سيكيورتي خاصك تانستالي واحد السيستم ديكسبلوطاسيون سميتو كالي لينكس. وهاد كالي لينكس هو لينكس بكل بساطه، ولكن زايد عليه كاع لي زابليكاسيون اللي فيهم داكشي تاع السيكوريتي. وغادي نحط لكم عاوتاني بلاي ليست كيفاش تعلموا هاد لينكس. ودابا تقول لي مثلا علاش ضروري خاصني نتعلم هاد الماشين فيرتويال؟ نقول لك بكل بساطه هي فين تبغي تيستي التكنيك ديالك، هي مثلا فين تكون افونسيتي وتعلمتي بزاف تاع لي زاتاك ماشي من حقك تجربهم في صاحبك ولا شي بيسي اخر، جربهم في الماشين فيرتويال ديالك. وثاني لا ماشين فيرتويال ديالك كتكون واحد حاجه زوينه، حيت ثاني الا تانستالا فيها واحد مثلا الا درتي شي حاجه وحتى خسرتيها راه ما كتخسرش البيسي الاصلي ديالك اللي هو مثلا نقولوا ويندوز، لا كيخسر غير هذيك لا ماشين فيرتويال. وهذه من الفوائد ديالها. من بعد ننصحكم تعلموا شي لونغاج دو بروغراماسيون وبالضبط بيتون. تقول لي علاش خاصني نتعلم لونغاج دو بروغراماسيون وانا باغي نخدم غير في سايبر سيكيورتي وماشي في الديفلوبمون؟ غادي نقول لك حتى وبعد النوبات خاص يكون عليك تكتب واحد سكريبت. غتقول لي علاش؟ بكل بساطه حيت كاينين شي تاسك اللي ديما غادي يتعاودوا، حتى خاصك تكتب لهم واحد سكريبت باش هذاك الكود يبقى يديرهم ديما بواحد الطريقه اللي هي اوتوماتيك بلا ما تضيع الوقت معاه. البيتون كيكون ساهل التعلم ديالو، وبالعكس الا تعلمتي لونغاج دو بروغراماسيون وطورتي راسك فيها وتعلمتي واعر في سايبر سيكيورتي غتجي تطلع النيفو ديالك. في البدايه ننصحكم تعلموا الاساسيات ديالو، مثلا تعلموا شنو هما اف كونديشنز هذوك لي كونديسيون تاع اف واللوبس ولا لي بوكل، وعاد من بعد تعلموا الفانكشنز ولا لي فونكسيون، وعاد من بعد دخلوا تعلموا هذوك اللايبراريز اللي عندهم علاقه بسايبر سيكيورتي. مازال عاوتاني غادي نحط لكم بلاي ليست الا بغيتوا مثلا تعلموا بايثون. ومن بعد خاص نمشيو نتعلموا شنو هي السيكيورتي. كاع داكشي اللي دويت عليه قبيله غادي يخليك تعرف كيفاش تتعامل مع هذوك لي زاتاك ولا الطرق تاع الحمايه ديالك. وفين كنقول خاصك تمشي تعلم سيكيورتي كنعني خاصك تتعلم، يعني خاصك تكون عارف سي اي ا ترياد. وشنو هو هاد السي اي اي ترياد؟ هذا واحد الكونسيبت كيكون مقسم ثلاثه تاع البارتيات اللي هما كونفيدونسياليتي وانتيغريتي وديسبونيبيليتي، اللي هما كونفيدونسياليتي وانتيغريتي وديسبونيبيليتي. شنو كنعني بكونفيدونسياليتي؟ يعني بان هذيك الداتا اللي نتايا كتحميها ولا هذيك الداتا اللي عندك مثلا نتايا في باز دوني ولا مثلا سيت ويب، غير هذاك اليوتيليزاتور اللي معني بالامر ليها هو اللي عنده الحق يشوفها. فمثلا نقولوا بانه عندك واحد الحساب في البنكه، انت ما تبغي حتى واحد يشوف شحال عندك في الكونت غير انت بوحدك. هذه هي كونفيدونسياليتي، بانك خاصك تحمي هذيك الدوني وغير مولاها اللي خاصو يشوفها. اما الانتيغريتي فتعني بان هذيك الدوني ولا هذيك الداتا ما تبدلش، غير انت بوحدك اللي عندك الحق تبدلها. نقدر نعطيكم واحد المثال اللي هو مثلا في البنكه، مثلا عندك كونت فيه مثلا 5000 درهم، كاع ما تبغي تنوض وغدا تلقى عندك مثلا زيرو ولا عندك غير 10 دراهم في الكونت ديالك. هذه هي الانتيغريتي، يعني بان هذوك لي دوني ولا هذيك الداتا ما تكونش مبدله. نقدروا ثاني نزيد الى ما فهمتوش المثال الاول، هو بانه مثلا انت عندك كونت انستغرام ديالك ديما وعندك واحد اليوزر نيم فيه، كاع ما تبغي الغدا تلقى عندك واحد اليوزر نيم مبدل، لا هذه هي الانتيغريتي، وانت بوحدك اللي عندك الحق تبدل هذاك اليوزر نيم اللي عندك. ديسبونيبيليتي تعني بان هذيك الداتا ولا هذيك الدوني انت باغيها دابا، يعني تكون عندك ديسبونيبل. مثلا نقدر نقولوا بانك انت باغي تدخل واحد السيت ويب، نقولوا مثلا هذا السيت ويب جا شي هاكر وطيح لك هذا السيت ويب، كاع لي دوني اللي انت محتاجهم ما بقاوش تماك. هذه هي ديسبونيبيليتي، يعني انت باغي هذيك الداتا وخاصك تلقاها فورا. يعني في هذا السي اي اي ترياد اللي فيه كونفيدونسياليتي وانتيغريتي وديسبونيبيليتي، انت كسايبر سيكيورتي انجينير خاصك انت ديما تشوف هاد لي كونسيبت فين ديما تبغي تحمي شي سيستم انفورماتيك ولا تبغي تحمي ابليكاسيون ديالك. من بعد سيرو تعلموا لي تيب تاع لي زاتاك، وكل تيب تعلموا لي زاتاك اللي فيه. مثلا عندنا دي زاتاك اللي كيستهدفوا هذيك كونفيدونسياليتي، عندنا دي زاتاك اللي كيستهدفوا انتيغريتي، وعندنا دي زاتاك اللي كيستهدفوا ديسبونيبيليتي. على سبيل المثال واحد لاتاك سميتها ديدوس ولا اتاك دوس، هذه هي اللي كطيح بعد النوبات السيرفر ولا كطيح لينا كاع حتى دي ريزو كاملين. كاين بزاف الصراحه تاع لي زاتاك اللي تقدروا تعلموا اليوم. مثلا عندنا فيل انجكشن، عندنا مان ان ذا
ميدل، عندنا هاد دوس وهاد ديدوس. بعد من بعد سير تعلم كيفاش تحمي راسك من هاد لي زاتاك. وحطيت لكم واحد شين يوتيوب اللي غتوريكم كاع هادشي، كاع لي تيب تاع لي زاتاك وكيفاش تحميو راسكم منها تحت في الديسكريبسيون. في الاخر هذا كيبقى غير مجرد وجهة النظر ديالي على كيفاش تعلم الاساسيات، وكنعاود نذكر غير الاساسيات في سايبر سكيورتي. انا باقي ما واصلش هذاك النيفو اللي طالع باش تقول لكم كيفاش تعلموا سايبر سكيورتي كامله. ولا كان شي واحد عنده شي ملاحظه بخصوص هادشي اللي قلت، اكتب في لي كومونتير باش بنادم يشوف لي كومونتير ويقد يستافد اكثر، واللي عنده شي غشوش اخرين يذكرهم في لي كومونتير. وفي الاخر نبغي نقول لكم شكرا حتى تبعتوا معايا حتى هذه اللقطه، وما تنساوش من لايك واشتراك حتى شي كيعاوني بزاف، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.